اسمع الشافي عناه ترى راس الرجال هذا. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. اجلس. خير يا أخي، مالك؟ ما سبق جيتك هذا الوقت؟ والله يا أخي جيت لك على هذاك الموضوع الذي جابرتك عليه. الليلة قررت والله ما حيلي ما أفضحهم هذا الليلة. أي موضوع؟ من تفضح؟ العصابة الذي قلت لك عليها. والله ما حيلي ما أفضحهم وأخرج أسرارهم. مالك أنت والجناح؟ من بيقارب هذول الأشخاص؟ أنا بس إن أنت بتمزح المرة الأولى. أنا عاد أقاربهم أنا. والله ما حيلي ما أفضحهم الليلة. ما عديش معي. خلاص اسمع. لا اتصل بي لا عندك ولا شيء. تعذر له. أنا عاد أغلق تلفوني. وأنت تجي ولا لا أجي خاطرك. ها وين عجي مالك بغير جنان يا أخي؟ خاطرك يصير بس العملي حرام موقف. يا الله مخرجك، أنا حاسس بين إني أطق عنه. والله ما اتفقت، انا قدرت اغلق اول. أنا ما دراني نسيت. زي ما كان المسخة حق اعمالنا كلها. يعني افتضحنا؟ والله إنه المدير من ولايتنا، هي انزل بسرنا. ها اصبر معاك صاحبك بس. يمكن خلاص أنجزت المهمة. أسرارهم كلها داخل الفلاشات. يا مجنون، والله إنه منك صدق. أيوة مني صدق، ما عاد أكذب عليك. والله ما حيلي ما أفضحهم. بعدين الشد يا أخي ما تحتزم إلا برجال. أكيد ما تحتزم إلا برجال، لكن احنا ما نفعل. خلدنا في هذا المشكلة ما نفعل. علي يعرف إلا نحل المشكلة، بس أنا ما أنا داري كيف العقوبة بعد يقدروا بموقعي وبدنا بعيد منهم. ما دراني وأنا. خلاص هي روحنا يا أخي. الحين ما نفع لي زي. ولا تسوي حاجة، انتظر أوامري بس. شر. أنا الشد يا أخي أقسم بالله لو ما أنت إنه أنا أقول إنهم قتلوني اليوم. هذا واجبنا. يا رجلي مالك يا ضيف؟ أنت عدتموه كذا ولا كذا؟ أنا قلت لك لا تقارب هؤلاء. ما دخل بيني وبينك هذا، ما دخلهم. أنا كملت مهمتي، إيش عليك ننزل الحين؟ يا رجلي مالك يا أخي مالك؟ إيش حصل بيني أنا وأنت؟ أيوة هيقع لي صفقة بعد راسك كانت يرد لك من الصحبة هذا والمخوة. يعني طلعت أنت مسد أنت وهم يا أخي. الله المستعان. بس ليت والله وهم قتلوني قبل ما أوصل لهذا الموقف. في قلبي هكذا يا أخي علشان شوية زلط. الله المستعان. بس يا رجلي أنت تعرف من هم هؤلاء الناس؟
العصابة هذه قتله ولك علموك. والله ما توقعت حاربت الناس عليك أنت، طلعت بالأخير غداك. الله المستعان يا أخي. ناحي هات لي الفلاشة. أيوة انجز عليه. اطلع يا زعيم اطلع، الباب فاتح. جاي الآن أنا جاي. يا وبالله حد ينزل من السيارة ذي قفايا والكل تمام. صابر يا زعيم الله يهمك. بشر نقول ليش موقفك بعد ما كونتني هكذا وانت مأشر ذا الحين فوق راسي مسدس؟ قل لي ايش موقفك؟ شوية فلوس تلعب فيك هكذا؟ حما عليك، هكذا الناس يضيفوا الضيوف هذه عندكم، يضيفوا هكذا في بيته؟ كله علشانك هذا يا زعيم. لا علشاني هذا، احنا ما بنقدرش بأصحابنا هكذا ولا أخونا هكذا. ماشي يا زعيم، هذا كله على ما سقينا أنا وهذا الفلاش. يا أخي احنا ما بنفعلش هكذا ولا بنقدر هكذا أصحابنا. هذا المسدس، هذا الفلاش، شد. مالك يا زعيم؟ ما اتفقنا الشاك هذا؟ لا والله انك غدار، هذا غدرت صاحبك واخو، عاد ما فينا احنا. لا يا زعيم. اسمع، الشافي عناه كرح راس الرجال هذا، كرح راس صاحبه واثبت لي انك رجال ومعقل. يلا. والله لا قرح راسي، لو صاحبي كيف ما هو. ما بشبيني يا سيد. والله طلع جبان بقوته ودشي يقتلون من صوت. هذا بين الرصاص، قتل الخاين هذه باع العشرة والأخوة. يا زعيم احنا ما سدينا شاك هذا، ما عاد تفعل. يستاهل يموت هذا من الرصاص. اسمعني يا أخي قصي، أنا ما كان قصدي أعديك، ولكن إحنا أخوة ولا حاجة بيننا. ما تعمل. مالك يا أخي قصي؟ أنا آسف. آسف إيش؟ ما عاد فيك كلمة آسف. القدر هذا كله وتشتي كلمة آسف بالأخير. ما عاد أقتلكش، بخليك تعيش وتذكر كل لحظة ساندتك فيها، كل لحظة ما كنتك فيها، تذكر هذا اللحظة الذي طعنتني وجرحتني فيها. خليك تموت 1000 موتة. أشهد لله أنك صرت أوفى شخص في حياته. أنت ما تستاهل تموت بهذا البساطة. هذا خليك تعيش، بس تتذكر هذا الموقف الذي غدرت فيه صاحبه وتموت في اليوم 1000 موتة. زف صاحبه. يا ضيف كيف تبيع الرفيق؟ في بيتك دخلت وأمنتك يا رفيق، 10 سنين وبغمضة عين صرت عدو طليق، طلقة في ساقي من كفك غدر عميق.